تخيل تدخل مقبرة وبدل ما تلاقي مومياوات بشرية تلاقي مومياوات للتماسيح. اه والله حكاية كبيرة، والموضوع على فكرة مش تافه زي ما انتوا فاكرين او ملوش لازمة، لا ليه لازمة قوي 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 عند الاجانب. والمقبرة دي لقوها سنة 2019 بعثة بلجيكية، وبعد كده درسوها في 2022 طلعوا بمعلومات رهيبة حوالين المقبرة دي اللي موجودة في قبة الهواء اللي موجودة في أسوان. اه والله تعالى اوريكم فين، اهي هنا اهو. تعالى اوريكم بقى شكلها عامل ازاي، بالشكل اللي فوق ده موجودة هنا. طيب ايه اهميتها؟ بيفصصوها حضرتك، اه والله بيدرسوا المومياوات اللي لقوها دراسة كاملة متكاملة وبيوثقوها في الدوريات العلمية، وهحط لكم الدراسة بتاعة التماسيح دي وتفاصيل اكتر عنها. طيب ايه اللي فوقيه ده يا نرفانة؟ تعال اقول لكم. اولا يا جماعة لازم تعرفوا ان هم لقوا 5 مومياوات لتماسيح كاملة، ولقوا 5 رؤوس لتماسيح بس من غير جسد، وفي واحده من ضمن المومياوات اللي هم لقوها ال5 دي في راسها كانت مكسوره. فدي حاجات مهمه جدا بيدرسوها، وهم بيدرسوا التماسيح دي علشان يعرفوا هل هي ماتت موتة ربنا ولا ماتت مقتوله. اكتشفوا حاجه مهمه جدا. اكتشفوا ايه؟ اكتشفوا ان المومياوات دي لا ماتت مقتوله. لا ما سابوهاش تموت لوحدها. هتقولي لي ليه يا نرفانة؟ لو كانوا سابوها تموت وبعد كده خدوها حنطوها، اذا المصريين القدماء كانوا بيعبدوا الحيوانات وبيقدسوها، صح؟ لكن لا دي مقتوله. طب ليه مقتوله يا نرفانة؟ لان المصري القديم ما كانش بيعبد حيوانات، هو بس كان شايف ان قوه الاله سوبك او النتر سوبك اللي هي القوه الكونيه اللي موجوده في فك التمساح، هو كان بيحترم قدره ربنا في خلقه، فكان يجب أن يتم احترام التماسيح كما يجب أن يتم احترام البشر. ليه؟ لأن اللي خلق البشر خلق الحيوانات، فبالتالي الإله بيلزم الإنسان إن هو لازم يعامل نفسه زي ما بيعامل الحيوانات، ويعامل الحيوانات زي ما بيعامل نفسه. فهم؟ علشان الماعد تكمل. فده كان فكره، ما كانش بيعبد حيوانات. الحيوانات اللي وراه دي مقتولة. طيب ليه مقتولة برضو كده؟ طب ما تبقي مقتولة مثلا. هقول لكم ليه. لأن افرض ان انا دلوقتي تعرضت لايه؟ لاعتداء من تمساح، المفروض اعمل ايه؟ اسجد ليه يعني؟ لا هقتله. طيب اللي بيلاقوه بقى ويقتلوه ايه اللي بيحصل؟ بيرموه؟ لا بياخدوه يحنطوه. طب هما ليه النبات مش بيسيبوه يموت وبعد كده ياخدوه يحنطوه؟ لان يا جماعه الحيوان لما بيموت، خاصة الحيوانات اللي هي بتاعت التماسيح وكده بتبقى تحت المية، ولما بتموت بتطفو، فبتكون خلاص في تلف صاب جسمها، ما ينفعش معاه التحنيط، هيكمل بقية التعفن. فاهمين؟ فلازم ان هم ياخدوه مباشرة علشان يحنطوه، ما ينفعش يسيبوه يتعرض لعمليات العفن، لان هم اكيد مش قاعدين على شط النيل مستنيين التمساح يموت. فهمتوا؟ فكانوا بيعملوا كده كنوع من انواع ان انا لقيت تمساح كان هياكلني، انا قتلته بس انا هحنطه. يعني ما انا مضطر، فبالتالي يا سوبك ما تزعلش مني، انا هحنط لك الحاجات اللي تبعك. فبيحنطوه، فحطوه في المقابر الجماعيه دي زي بالظبط البشر. التماسيح كانت مقدسة جدا في أسوان، لأن هناك مولدها. طبعا هناك الكثير من التماسيح، وكانت مقدسة برضو في الفيوم. سبحان الله، في الفيوم وفي أسوان. فبنلاقي هناك تماسيح كتير، وبنلاقي في اسوان تماسيح اكتر، وهكذا. طبعا التمساح بتاع النيل مش تماسيح عبيطه، لا تماسيح عملاقه وصعبه جدا عشان تكونوا عارفين. في حاجه برضو مهمه جدا عرفوها وهم بيدرسوا التماسيح دي، ان اولا التماسيح دي ما اتحنطتش زي التحنيط البشري، بمعنى ما شالوش الاحشاء، سابوا الاحشاء زي ما هي. في التشريح البشري او في التحنيط البشري بيشيلوا الاحشاء وبيعملوا عمليه تحنيط كامله مكمله. لا هم هنا خدوا التمساح سابوه يجف في الشمس، ويحطوه في لفاف كتان وزعف نخيل، وحطوها على رمله منه للشمس كده. الراجل بقى جفي جدا ونشف جدا، ووصل لنا لمرحله التحنيط اللي في ناس بتفتكر ان التحنيط المصري زي التحنيط ده. لا في ناس بتفتكر ان التحنيط المصري كله كده، لا ده بس يعني ايه، نوع من انواع مش مفيش داعي للتكلفه نفسهم علشان يحنطوا. يعني فاهمين انتوا الفكر؟ فاهمين انتوا الفكر عامل ازاي؟ طيب فكده عرفنا ان الحيوانات ما كانتش متحنطه التحنيط البشري، لا تحنيط تاني، تحنيط اللي هو منتشر حوالين العالم، اللي هو
التحنيط اللي منتشر حوالين العالم اللي هو التحنيط التجفيف. طيب في حاجه مهمه قوي لقوها، تعالى اقول لكم لقوا ايه. شايفين الزلط ده؟ ده مش زلط، دي حصاوي. اه ربنا حصاوي، اه حصى. طب يعني ايه حصى يا نرفان؟ حصى لقوها في كلاوي التماسيح. والله بيشوفوا التمساح لقوا بصوا الحصوه بتاعته عامله ازاي، اهي الحصاوي بتاعته اللي لقوها جوه. يعني نقدر نفهم ان يعني التماسيح دي اساسا كانت كده كده تعبانه ومريضه، فمش عارفه بقى هل قتلوها عن عمد او بالصدفه. المهم هما بيدرسوا التماسيح دي لقوا جواها الحصاوي دي في الكلى. فطبعا دي حاجات مهمه، او ربنا يعني لولا المصريين القدماء ان هم عملوا حركه زي كده، في معلومات كتيره جدا الطب بيستفيد منها بتتكتب في الدوريات العلميه. ان الانسان بقى الجاهل اللي هو ما يعرفش اي حاجه لا الف ولا قوس ذره يقول لك الحضاره المصريه القديمه فادت ايه في العلوم؟ الناس طلعوا الفضاء وانتوا لسه بتتكلموا في الماضي. اول ما بشوف الكومنت ده مكتوب عندي في الكومنتات بعرف ان الشخص ده زيرو علم او ثقافه، لان كل العلوم اللي هي حاليا حضرتك مبني عليها، كل العلوم اللي مبني عليها حياتك حاليا، من تلفزيون لإضاءة للبس الأكل الشرب الجراحة لكريمات تجميل لكريمات علاجية، ليه أصلها مصر، أصلها مصر وأثر مصر. فده حاجة بسيطة يعني من المعلومات اللي غرقانة بره. فاستنوا مني بقى حلقات أكتر وأكتر حوالين خفايا المومياوات والتماثيل علشان هتكتشفوا إن العالم كله أصله مصري. طبعا الموضوع هنا مش مثير قوي، ده في موضوع مثير جدا 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 حصل في الفيوم من بردك تماسيح محنطة. لقوا جواها حاجة غريبة جدا لدرجة ان هم لما لقوها راحوا عملوا ليها متحف. قصة كبيرة كبيرة كبيرة، هبحكيها لكم في فيديو تاني لان الموضوع طويل وانا حكيته قبل كده، بس هحكيها لكم تاني.